دبي تسابق العالم بنقل المفاهيم المستقبلية إلى أرض الواقع من خلال تجربتها الحية بتجول أول مركبة ذاتية القيادة في الشوارع العامة. السيارة ذاتية القيادة تعمل بدفع من محرك كهربائي، وتصل سرعتها إلى 40 كيلومترا في الساعة، وتكفي ل10 أشخاص. وكانت قد صممتها شركة إيزي مايل الفرنسية بالتعاون مع مجموعة أومينكس. تمشي المركبة على مسار محدد، وفي نفس الوقت أنها تكون على اطلاع دائم بكل الأجسام اللي ممكن تكون حواليها تعرقل سيرها، سواء كانوا أفراد مشاة أو كانت دراجات أو غيرها. فهي عبارة عن تقريبا على اطلاع بكل جسم موجود حواليها على مدار 360 درجة، بعد 40 متر. وكل ما تقترب طبعا منها الجسم هذا كل ما ممكن هي تخفف سرعتها وتوقف. وكان الشيخ محمد بن راشد قد أعلن في شهر أبريل الماضي عن استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، التي يطمح من خلالها إلى تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة بدون سائق، وذلك بحلول عام 2030.